أحبائي طلاب تانية ثانوي، وعدتكم إن من وقت للتاني هاقدّم لكم آآ نبذة عن الموضوعات اللي عندنا في منهج علم النفس السنة دي. كنا خدنا القلق والتوتر، خدنا الإحباط، الحاجات دي لمّا بتصيب الإنسان بتخلّيه عاجز عن التوافق النفسي والاجتماعي، تخلّي عنده مشاكل في التعامل مع الواقع واللي حواليه. عشان يقدر يحقق التوافق بيعمل حاجة من 2، إما أساليب مباشرة يواجه إحباطاته ويواجه مشاكله عشان يقدر يحلها، ودي هنتكلم عنها في حين آخر، أو أساليب غير مباشرة لا إرادية لا شعورية اسمها الحيل الدفاعية. الحيل الدفاعية ديّة بعض التصرفات بعض السلوكيات اللي الإنسان بيعملها دون أن يشعر على مستوى اللا شعور عشان يقف وقفة مع نفسه من غير ما يشعر مؤقتًا لغاية ما يقف على رجليه ويواجه مشكلته تاني. طب زي إيه؟ زي حاجة اسمها الإسقاط. يبقى الإنسان فيه عيوب معيّنة بينكرها فيسقطها على الآخرين. أنا باكذب فأقول أخويا كدّاب. أنا باعمل سلوكيات عدوانية فأقول ده أخويا ده عدواني جدًا. ده كده الإسقاط. حيلة دفاعية أخرى عكسها اللي هي التقمُّص. آخُد الصفات الحلوة اللي في غيري وأنسبها ليّا. يعني زي ما أسقطت وقُلت أخويا كدّاب، أقول أنا صادق، مع إن العكس أخويا اللي صادق، زي ما قُلت أخويا عدواني وأنا اللي عدواني، لأ التقمُّص إن أقول أنا إنسان هادي وبريء ومش عدواني. الحقيقة اللي بتتم على مستوى اللاشعور، عشان أقدر أواجه الإحباط والصراع. في عندنا حيلة تانية اسمها التبرير، إعطاء أسباب قد تبدو مقبولة اجتماعيًا عن سلوك خاطئ باعمله عشان الناس تقتنع بيه. زي أنا واحد زي مُدخِّن، آجي قايل أصل التدخين ده بيهدّي أعصابي، مش بدل ما أضرب حد، فالناس تقول لي: "لا، لا دخّن أحسن بدل ما تضرب حد وتودّي نَفْسك في داهية." وهكذا، إن أنا أبرر سلوك خاطئ بشكل يُقبل اجتماعيًا عشان أهدّي نَفْسي وأعمل السلوك الخاطئ، ده اسمه التبرير. في حيلة أخرى اسمها الإعلاء والتسامي. أرتقي بصفة وِحشة في ابني، ابني عدواني عامل مشاكل في المدرسة، عمل مشاكل مع الآخرين، فأنا أشركه في فريق الملاكمة في المدرسة، في فريق المصارعة والكاراتيه في المدرسة، عشان يطلّع كل طاقته في هذه الرياضة، فالجمهور يسقّف له وياخد جوايز بدل ما كان بيضرب زمايله ويتعاقب. فدي تعتبر حاجة اسمها إعلاء وتسامي، ارتقيت بسلوك ابني. في عندي حاجة تانية اسمها النقوص. النقوص، الارتداد، بارتد لمرحلة عمرية فاتت، عدِّت. يعني إيه؟ بنلاقي بعض الشباب والرجال والنساء ناس كبيرة كل ما تقلق تعمل كده، كل ما تتوتر تعمل كده. أنتم عارفين إن ده تعبير عن الإحباط والقلق والتوتر بالارتداد لمرحلة عمرية عدِّت وهي مرحلة الرضاعة. هو الطفل الرضيع الصغير لمّا يعيّط، كانت مامته بتسكّته إزاي؟ ترضعه. لمّا يرضع يحس بالأمان والهدوء فيهدى. فنفس القصة الراجل الكبير، الست الكبيرة، الشابة دايمًا بتحط إيده في بُقّه بالمنظر ده، حط إيده في بُقّه بالمنظر ده معناه إنه ارتد مرحلة الرضاعة. الست الكبيرة أوي اللي فوق ال60 سنة وتقعد تتمكيج، تحط مكياج كتير على وشها بشكل غريب، لإنها حست إنها ما بقتش مشهورة، ما حدش بيعاكسها، ما حدش بيعبّرها، فارتدت إلى مرحلة المراهقة. دي اسمها النقوص. في عندنا حيلة أخرى، حيلة دفاعية أخرى وهاعتبرها الأخيرة مؤقتًا لغاية ما نتقابل إن شاء الله في أول 9 في شغلنا، اسمها يا سيدي الإنكار. الإنسان بينكر هزيمته، بينكر إنه مُخطئ، مع إنه بيبقى عارف إنه مُخطئ، لكن بينكر إنه مُخطئ. أنت دخلت صفقة غلط لإنك ما كنتش مستعد لها، لأ أنا صح، أنا دخلت لها وكنت مستعد لها، بس هُم ضربوني في ضهري، أنا ما اتهزمتش. أنت ما حققتش نجاح وجبت المجموع اللي أنت عايزه لإنك ما ذاكرتش، لأ أنا ذاكرت، أنا ما اتهزمتش. اللي اتهزم هم الناس اللي غشوا، اللي اتهزم هم الناس اللي نجحوا أونطة، لكن أنا ذاكرت وما اتهزمتش. لأ، الإنكار حيلة دفاعية لا شعورية، أنا باهرب من وجه نفسي. لأ، أنت ما ذاكرتش بالفعل، كان لازم تذاكر أكتر من كده عشان تحقق النجاح.
انت دخلت صفقه ما كنتش قدها، كان لازم تبقى قدها وتستعد لها. الانكار حيله دفاعيه، مرحله مؤقته لغايه ما اقف على رجلي عشان اواجه مشاكلي. يعني هي دي بعض الحيل الدفاعيه اللي ان شاء الله هتكون موضوع اساسي عندنا في المنهج السنه دي في علم النفس. ان شاء الله اوعدكم باستمرار هحاول اقدم لكم نبذه عن المنهج بالمنظر ده، لان علم النفس ممتع وجميل جدا جدا جدا. ان شاء الله لغايه ما نبدا على اول شهر 9 هكون معاكم سيكولوجي المصري. اشوفكم على الف